جالنا تعليق من ابو جهل على فيديو ريجن بريكنج بيقول فيه بكل ثقه الهبل ده، وطبعا قعدنا في الريبلايز بقى في قيل وقال، وكان معظم الموضوع ان هو بيشتمنا وان احنا بنهبد وكلامنا اي كلام وكده. الحقيقه انا كنت عايز اصور الموضوع بقى بعربيه كهرباء او عربيه ريف من اللي بنجربهم واثبت له ان كلامه غلط، وبعدين حسيت ان الموضوع مش مستاهل للدرجه دي وفي طريقه اسهل بكتير اثبت له فيها مين اللي بيهبد. بدايه احب اقول ان الموضوع ده مش جديد، ده معيار سلامه عالمي وليه كمان الكود بتاعه اللي هو ده. والقاعده هنا واضحه وسهله جدا، لو تباطؤ العربيه في الطريق تخطى جي فورس معين النور بتاع الفرامل لازم ينور لوحده حتى لو انت ما لمستش دواسه الفرامل. وتطبيقه بصرامه زاد جدا الكام سنه اللي فاتوا مع التكنولوجيا الكتير اللي شفناها في العربيات الكهرباء اللي فيها اوريدي ريجن بريكنج، او حتى في عربيات البنزين اللي بقى فيها انظمه قياده ذاتيه متطوره جدا واداس ليفلز عاليه. وزياده بقى على الشعر بيت، فده ريكول من شركه كيا للعربيه الاي في 6، وده ريكول تاني من هيونداي اختها للعربيتين الايونيك 5 والايونيك 6، والاثنين ريكول كان عشان يتعمل ابديت لان نور الفرامل الخلفي ما بينورش مع ريجن بريكنج رغم الوصول لجي فورس المحدده لمعيار السلامه. فالخلاصه زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، الريجن بريكنج بيشغل نور الفرامل الخلفي، ودي هديه لابو جهل وسلام.